ينطلق المغرب في مشروع طموح للبنية التحتية بناء طريق سريع جديد يربط بين مدينة فاس ومراكش التاريخيتين. سيمر هذا الطريق الرئيسي عبر المناظر الطبيعية الخلابة لجبال الأطلس المتوسط، مارا بمدينة بني ملال وخنيفرة. طريق فاس مراكش السريع ليس مجرد مشروع نقل، إنه يمثل التزامن بالتقدم والتواصل والنمو الاقتصادي. سيقلل من أوقات السفر ويحسن الوصول إلى الخدمات الأساسية، ويفتح فرصاً جديدة للمجتمعات على طول مساره. ينقسم مشروع الطريق السريع إلى مرحلتين رئيسيتين. ستركز المرحلة الأولى على بناء قسم بني ملال خنيفرة. سيكون هذا الجزء حاسماً في تحسين التواصل بين المناطق الوسطى والشمالية من المغرب. أما المرحلة الثانية فستصل خنيفرة بمكناس وأخيراً بفاس. عند اكتماله سيقلل الطريق السريع بشكل كبير من وقت السفر بين فاس ومراكش. سيكون لهذا تأثير مباشر على السياحة والتجارة والحياة اليومية للمغاربة. يعد طريق فاس مراكش السريع جزءاً من رؤية أوسع للبنية التحتية للنقل في المغرب. تهدف الحكومة إلى إنشاء شبكة حديثة وفعالة من الطرق السريعة والطرق السيارة تمتد على أكثر من 5500 كيلومتر بحلول عام 2035. تشمل هذه الخطة الطموحة مشاريع مثل طريق تزنيت الداخلة السريع الذي يربط جنوب المغرب بباقي البلاد، كما تشمل تحسينات وتوسعات للطرق السريعة الحالية مثل طريق مراكش أكادير السريع. تعكس هذه المبادرات التزام المغرب بتحسين التواصل وتعزيز التنمية الاقتصادية في جميع مناطقه. يتجاوز تأثير هذا الطريق السريع بنيته التحتية المادية، إنه يدل على تفاني المغرب في التقدم وطموحه في أن يكون رائداً في إفريقيا والعالم العربي. الطريق السريع هو شهادة على رؤية البلاد لمستقبل أكثر إشراقاً، حيث يقود التواصل النمو الاقتصادي ويحسن حياة مواطنيه. من خلال الاستثمار في البنية التحتية الحديثة، يمهد المغرب الطريق لمستقبل أكثر ازدهاراً وترابطاً. لا يقتصر طريق فاس مراكش السريع على ربط مدينتين فقط، بل يتعلق بربط المناطق وتعزيز الاقتصادات. من المتوقع أن يكون لهذه البنية التحتية الجديدة تأثير كبير على التجارة والسياحة، وهما قطاعان حيويان في الاقتصاد المغربي. سيسهل الطريق السريع نقل البضائع والخدمات بين الشمال والجنوب، مما يقلل التكاليف وأوقات النقل. سيستفيد من هذا الشركات والمستهلكون على حد سواء، مما يؤدي إلى زيادة التجارة والنشاط الاقتصادي. السياحة، وهي مساهم رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، مهيئة للاستفادة بشكل كبير من طريق فاس مراكش السريع. سيوفر الطريق السريع وصولاً أسهل إلى بعض الوجهات السياحية الأكثر شعبية في المغرب. سيتمكن المسافرون من تجربة الثراء الثقافي لفاس والمدينة الإمبراطورية مكناس والطاقة النابضة لمراكش بسهولة وراحة أكبر. من المتوقع أن يجذب هذا التواصل المحسن المزيد من السياح، مما يعزز الاقتصادات المحلية ويخلق فرص عمل. يتجاوز تأثير الطريق السريع على السياحة المدن التي يربطها. سيوفر أيضاً الوصول إلى المناطق التي غالباً ما يتم تجاهلها في جبال الأطلس المتوسط. تشتهر هذه المنطقة بجمالها الطبيعي الخلاب وقرى البربر التقليدية وتجاربها الثقافية الفريدة. سيجعل الطريق السريع هذه الجواهر الخفية في متناول السياح، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية في المجتمعات الريفية. يعد طريق فاس مراكش السريع شهادة على التزام المغرب بالتنمية المستدامة. يدمج المشروع ممارسات هندسية صديقة للبيئة لتقليل بصمته البيئية. يشمل ذلك تدابير لحماية النباتات والحيوانات المحلية والحد من التلوث الضوضائي وتعزيز كفاءة الطاقة. من خلال إعطاء الأولوية للاستدامة، يضمن المغرب أن مشاريع البنية التحتية الخاصة به تفيد الأجيال الحالية والمقبلة.
طريق فاس مراكش السريع هو مجرد قطعة واحدة من أحجية أكبر بكثير. يستثمر المغرب بكثافة في بنيته التحتية للنقل، مع مشاريع تتراوح من خطوط السكك الحديدية عالية السرعة إلى توسعات المطارات. هذه المبادرات كلها جزء من خطة شاملة لتحديث شبكة النقل في البلاد والاستعداد للمستقبل. تتجاوز رؤية الحكومة مجرد ربط المدن، إنها تهدف إلى إنشاء نظام نقل متكامل بسلاسة يسهل النمو الاقتصادي ويحسن جودة الحياة ويعزز القدرة التنافسية للمغرب على نطاق عالمي. أحد العناصر الرئيسية لهذه الرؤية هو توسيع شبكة السكك الحديدية عالية السرعة في المغرب. حقق الخط الحالي الذي يربط طنجة بالدار البيضاء نجاحاً باهراً، حيث قلل بشكل كبير من أوقات السفر وعزز الأعمال والسياحة. هناك خطط جارية لتوسيع هذه الشبكة لتشمل مدناً رئيسية أخرى بما في ذلك مراكش. سيعزز هذا التواصل بشكل أكبر ويقلل أوقات السفر ويعزز النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى مشاريع السكك الحديدية، يستثمر المغرب أيضاً في مطاراته. تخضع العديد من المطارات في جميع أنحاء البلاد لعمليات تجديد وتوسعات لاستيعاب العدد المتزايد من السياح والمسافرين من رجال الأعمال. ستؤدي هذه الترقيات إلى تحسين تجربة الركاب وزيادة السعة وتعزيز اتصال المغرب بباقي العالم. لا تتعلق مشاريع البنية التحتية هذه بالطوب والملاط فقط، إنها تتعلق ببناء مستقبل أفضل للمغرب وشعبه. إنها تمثل التزامن بالتقدم وخلق الفرص وتأمين مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. من خلال الاستثمار في بنية تحتية حديثة وفعالة، يضع المغرب الأساس لمستقبل أكثر ازدهاراً وترابطاً واستدامة. مشاريع البنية التحتية الطموحة في المغرب لا تقتصر على تحديث البلاد فحسب، بل تتعلق بتأمين مكانتها على الساحة العالمية. لقد وضعت البلاد نصب عينيها استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2030، وهو هدف يتطلب بنية تحتية عالمية المستوى. طريق فاس مراكش السريع إلى جانب مشاريع النقل الأخرى الجارية هو دليل على التزام المغرب بتلبية متطلبات استضافة مثل هذا الحدث المرموق. سيؤدي الطريق السريع الجديد دوراً حيوياً في ربط المدن المضيفة وتسهيل حركة الفرق والمسؤولين والمشجعين خلال البطولة، كما سيساهم في عرض البنية التحتية الحديثة والقدرات التنظيمية للمغرب لجمهور عالمي. وبعيداً عن كأس العالم، ستترك هذه التحسينات في البنية التحتية إرثاً دائماً يفيد البلاد لعقود قادمة. بينما توفر كأس العالم نقطة محورية، فإن تطوير البنية التحتية في المغرب يتعلق بأكثر من مجرد حدث واحد. يتعلق الأمر بخلق إرث من التقدم والتواصل والفرص. يتعلق الأمر ببناء مغرب جاهز لاحتضان المستقبل والمنافسة على نطاق عالمي وتوفير جودة حياة عالية لمواطنيه. الطريق إلى عام 2030 ممهد بالطموح والابتكار والالتزام ببناء مستقبل أكثر إشراقاً للمغرب. يعد طريق فاس مراكش السريع إلى جانب العديد من مشاريع البنية التحتية الأخرى الجارية شهادة على رؤية المغرب وعزمه. لا تقتصر هذه المشاريع على بناء الطرق والسكك الحديدية فحسب، بل تتعلق ببناء أمة. إنها تتعلق بربط المجتمعات وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق مستقبل أكثر إشراقاً لجميع المغاربة. بينما يواصل المغرب رحلته نحو التقدم والتنمية، فإن التزامه بالبنية التحتية الحديثة والمستدامة سيؤدي بلا شك دوراً محورياً في تشكيل مستقبله.